اهلا بيكم يا كل عشاق ومتابعين برنامج رامز جلال. السنة دي هكشف لكم عن كل تفاصيل مقلب رامز جلال الجديد لسنة 2026، واللي هيكون ده واحد من اقوى واكبر مقالب رامز جلال بالميزانية الضخمة اللي اتخصصت للبرنامج السنة دي. وضيوف البرنامج من لاعبين كورة ومغنيين كبار ومشاهير هيحضروا المقلب السنة دي. انا هكشف لك في حلقة النهاردة اسم البرنامج الجديد وكمان مكان تصوير الحلقات، وهكشف لك لون شعر رامز جلال. كمان انا هكشف لك عن ميزانية البرنامج السنة دي وبعض من ضيوف رامز الاكيد اللي هيحضروا البرنامج السنة دي. من الاخر كده اي حاجة تخص مقلب رامز جلال لسنة 2026 هتعرفها في الفيديو ده، ومش محتاج تدور كتير بعد ما تسمع الفيديو ده كامل. بس قبل ما نبدأ الحلقة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناة وصلي على أشرف وأطهر الخلق سيدنا محمد، ويلا بينا. بيبدأ رامز. أهلا بيكم في موسم جديد وسنة جديدة، واللي فيها قررت ألبس كل النجوم تهم تقيلة. النهاردة مش مقلب والسلام، النهاردة قضية دولة، مقلب في قمة الرعب والسياسة والدموع. ده برنامج رامز مطلوب للعدالة لسنة 2026. الضيف بيجي المقلب على أساس إنه ضيف شرف في حملة قومية اسمها درع الأمان، اللي الدولة بتستعرض فيها أحدث الأسلحة والمعدات اللي بتردع أي عدو. المكان ده بيكون قاعدة عسكرية ضخمة شكلها مرعب، والمكان بيكون كله عساكر وسلاح وكاميرات وصواريخ ودبابات. لما بيوصل الضيف مكان القاعدة العسكرية بيتفتش، وهو داخل على البوابة بيتفتش تفتيش كامل وبعنف علشان رامز يضايق الضيف أكتر، ولسه المقلب ما بدأش أصلا. بيدخل الضيف وبيقعد يرتاح، وبيجيله فريق متكون من رتب عسكرية عالية بيسلموا عليه وبيبدأوا يفهموه هو هنا ليه وإيه المطلوب منه بالظبط. بس قبل لما بيشرحوله أي حاجة بيحذروه ممنوع يضغط على أي زرار أو يعمل أي حاجة في المكان ده، وما يتحركش إلا بأمر، لأن دي صواريخ حقيقية وجاهزة للإطلاق، والذخيرة حية وحقيقية. رامز بيكون مستني في الكواليس كالعادة ومستني اللحظة الحاسمة. بيبدأ الضيف يشرب العصير بتاعه ويرتاح ويصور أول جزء من البرومو والفيديو اللي هو جاي عشانه. بعدها بيقابل حد من الفنيين المسؤولين في القاعدة العسكرية دي، وبيبدأ يشرح له هيتحرك ازاي في الشوط التاني في الإعلان. والفني وهو بيشرح له الإعلان بيتكعبل وبيقع وبيدوس على زرار بالغلط، وفجأة المكان كله بيقلب إنذار وبينور أحمر، وبيبدأ عد تنازلي. الضيف طبعا بيتخض وهيحاول يوقف اللي حصل ده. ساعتها بتدخل رتب عسكرية عالية جدا اللي هم تبع فريق رامز جلال، وبيزعقوا للضيف وبيكلموه بكل شدة وزعيق. هو احنا مش حذرناك انك ممنوع تلمس اي حاجة في المكان؟ وقبل الضيف ما يبرر اي حاجة بيطلع صاروخ يضرب ويفجر المكان كله، وكل اللي موجودين في المكان بيخافوا وبيهربوا. بعدها بيتهموه ان هو اللي فجر المكان وضرب الصاروخ وموت ناس ملهمش اي ذنب. طبعا الضيف بيتصدم وبيحاول يبرر ان هو ملهوش اي ذنب وانه فعلا ما عملش كده، والفني اللي كان معاه هو اللي ضغط على الزرار، بس طبعا محدش بيصدقه. بعدها بيدخل رتبة تقيلة للمكان وبيؤمر العساكر انهم يكلبشوه علشان ياخدوه يستجوبوه، وبياخدوا الضيف وبيدخلوا بيه أوضة الاستجواب، وبيكون متكلبش ومتغمي، ورامز بيكون واقف هو اللي بيسأله انت كنت متعمد تضرب الصاروخ وتدمر القاعدة؟ مين اللي أمرك تعمل كده؟ انت بتشتغل مع مين؟ طبعا الضيف ساعتها بينهار لأنه ما عملش حاجة، وكده هيدخل في قضية كبيرة هو مش قدها نهائي. بيهددوه ان لو ما تكلمش هيتكهرب، وبيكون الفني اللي داس على الزرار معاه هو كمان جنبه في الأوضة، وكمان هو بيكون متكلبش، وبيشيلوا الغطا من على عين الضحية
علشان يشوف الفني وهو بيتعذب وبيتكهرب. وطبعا دي بتكون كهرباء وهمية، والفني بيمثل فعلا ان هو بيتكهرب وبيصرخ انا ما عملتش حاجة، انا ماليش ذنب، هو اللي ضغط على الزرار. وبيرموا عليه مية ويكهربوه تاني، وبيهددوا الضيف الضحية بتاعت رامز جلال، انت لو ما اتكلمتش هتتعذب زيه لحد ما تعترف مين اللي امرك انك تعمل كده. بعد لما الضيف بينهار تماما، بيبدأ رامز جلال انه يكشف له عن المقلب، والضيف بيكون متكلبش ومحدش بيفكه غير لما رامز بيهرب ويستخبى في مكان عالي، علشان رامز بيكون خايف من ردة فعل الضيف. وبيفضل رامز هربان فوق لحد ما الضيف يهدى خالص وينزل عشان يسلم عليه ويقفلوا الحلقة. طبعا من شرح المقلب عرفنا ان المقلب هيكون متصور في بلدنا ام الدنيا مصر، هيكون متصور في استوديو من تصميم فريق عمل رامز جلال. اما بالنسبة للون وشعر رامز جلال فهو هيكون لونين، الفضي والبني. وبالنسبة للميزانية بتاعت رامز جلال هتتعدى 300 مليون دولار. ضيوف رامز السنة دي هتتنوع ما بين مشاهير وممثلين ومغنيين ولاعبين كورة، وأهم وأبرز الضيوف اللي هيستضيفهم رامز جلال في سنة 2026 هم الممثل أمير كرارة، لاعب الكورة إمام عاشور، والمغني الرابر ويجز، والفنان محمد رمضان، ومشاهير زي التيك توكر شاكر، والفنانة دنيا سمير غانم. دي بعض من الأسماء اللي هيستضيفهم رامز جلال للمقلب بتاعه. رامز مطلوب للعدالة وبس. أنا كده زي ما قلتلك في أول الفيديو هعرفك وهقولك كل حاجة تخص مقلب رامز جلال. رامز مطلوب للعدالة. انت بقى كمان اعمل لنا لايك وسبسكرايب في القناة، واوعى تنسى تصلي على أشرف وأطهر الخلق سيدنا محمد. أنا كده خلصت وبس، سلام.